طب بالمناسبه بقى، بدل ما احنا جبنا من السيره ديت من غير ما اجيب اسماء حد، كتير من اللي قاعدين معاكم دول وناس اقتصاديين اعمق واعظم منهم في بدايه 2014 التقيت بيهم. تحبوا تيجوا تمسكوا الوزاره؟ ها؟ الوزاره؟ يقول لي لا، احنا لنا تاريخ. احنا يا دكتور مصطفى يا مستخسر تاريخك في بلدك. انا مش بلوم حد، والله ما بلوم حد. طب ما روحك. قال لا، غير احنا نعرف يعني ايه الحال ده ممكن ينجح ولا ما ينجحش، مش هنقدر. فبدل ما احنا يتحط علينا ان احنا فشله، خلينا بعيد. حد تاني قال لي لا، انت هتديني كام؟ انا باخد 1 و2 مليون في الشهر، هتديني كام؟ قلت له ما اقدرش اديك كده. خلاص سيبني في المكان اللي انا بشتغل فيه، ولو اي نصيحه بقولها لك يعني. برضو ايه ليه بدأنا الكلام وخد منحى مختلف عن المسار بتاع المؤتمر؟ لا والله 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 اللي انا بتكلم فيه ده في صلب المؤتمر وفي صلب الحوار الوطني اللي احنا بنتكلم عليه. عايزين نشوف زي بعض باختلاف، ايوه. قول لي وجهة نظرك بقى في حل الموضوع. انا حليت المسألة بتاعت الموانئ وبتاعت البنية الأساسية للدولة دي بطريقة تانية. المسار اللي انت كنت بتطرحه وتقول لي اطرحها للقطاع الخاص واطرحها للأجانب، وانا معاك، بس انا ما عنديش وقت اتأخر اكتر من كده. ما عنديش وقت ايه؟ اتأخر اكتر من كده.